نتساءل: لما التراث الجزائري مرمى لأطماع السراق؟ هل لأنه جميل لهذه الدرجة؟ أم هناك عوامل أخرى كتقاعس أصحابه لحمايته؟ فمثلا القفطان الجزائري تعرض للسرقة من الدولة المجاورة والشقيقة. هي تقول أن القفطان يعود لها، متناسية بذلك تاريخه الذي يعود إلى الأتراك الذين عاشوا في الجزائر فقط دون تلك الدولة، حيث تأثرت الجزائر باللباس العثماني التقليدي. نتحدى هذه الدولة إذا كان لديها صور قديمة مثل ما تظهره الشاشة، وهم عبارة عن شخصيات قديمة في الحقبة العثمانية. ولم تقتصر السرقة على القفطان فقط، بل طالت الموسيقى أيضا. فمثلا الراي الجزائري هو طابع غنائي ولد في الغرب الجزائري كمدينة سيدي بلعباس وهران بسطغاني وسيدة، وهو طابع مميز في تلك المناطق فقط. لكن النجارة كالعادة أرادت بنية خبيثة أن تنسبه إليها، بالرغم أن هذا الفن ظهر في الخمسينيات والستينيات القرن الماضي. هناك عدة فنانين في تلك الحقبة. وثانية نتحدى هذا البلد إن كان لديهم فنانين بهذا الطابع في تلك الحقبة. والموسيقى ليست وحدها من كانت محل أطماع والسرقة من طرف الأشقاء، بل يحاولون أخذ كل ما هو جميل من بلدنا، كالأطباق والمأكولات الشعبية التي هي الأخرى لم تسلم من السرقة من طرف البلد الشقيق، الذي يسعى إلى محاولة احتواء هذه الأطباق نظرا للذتها وتنوعها وطريقة تحضيرها. فقد اغتنم فرصة قلة التعريف بها من طرف أصحابها، لكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي كالتيك توك والفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام استطاع هذا القطاع أن يفرض نفسه ويظهر هويته التي كادت أن تسلب منه نظرا لتميزه وكثرة تنوعه بسبب كبر جغرافية الجزائر وتعاقب عدة حضارات مختلفة التي أثرت في ثقافة البلد وجعلته متميزا عن كثير من البلدان، لا سيما في مجال الطبخ. وهناك أمثلة عن هذه الأطباق التي هي جزائرية بامتياز، كالكسكس والشخشوخة والرشدة إلى آخره، التي حازت على المراتب الأولى في المسابقات الطبخ العالمية. الجزائر بلد التقت فيه الحضارات وتشكلت فيه المهارات في كثير من المجالات، والطبخ يعد واحدا منها، وهذه الميزة يجب أن يفخر بها كل جزائري. إن الجزائر القارة بلد متنوع، ليس فقط في التضاريس والطبيعة بل في الإنسان أيضا من حيث الشكل والثقافة، وهذه الميزة تجعله بلد مهم وعظيم. واختلافات التي تجمعه سمة لا نجدها في أي بلد آخر، وهذا ما جعله محل جذب وأطماع خارجية. لكن بفضل غيرة وحب أبنائه لوطنهم جعلهم حماة هذا الوطن، ليس على الصعيد الجغرافي والحدود فقط، بل حتى على الصعيد الثقافي والتراثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.